داخل رقعة الملعب، وعليه أن يستغل هذه الفرصة. فرصة من جديد، ضربة راسية والكرة داخل المرمى. الهدف الأول لفائدة فريق النادي القناطري، متابعة جيدة وضربة راسية. بلال بيات يودع الكرة بضربة راسية كانت تنفيذة من المستوى الكبير، ضربة بالتالي فائدة فريق النادي القناطري. هدف مقابل 0 المسجل اللاعب بلال بيات. إذا الهدف سيدتي وسادتي لفائدة فريق النادي القناطري بلال بيات. قلت بأن فريق الوداد الرياضي الفاسي كان عليه أن يستغل الفرصة في البداية. المتابعة كانت جيدة، بلال بيات يتمكن بعد هذه التمريرة ديال رشيد برواس، وبلال بيات ومتابعة جيدة ولم تترك أي حظ للحارس أن عامل الرياح يلعب لفائدة فريق الوداد الفاسي، لكن الدفاع محصن. فرصة الآن للتسديد، تسديدة قوية والحارس وهدف التعادل. الهدف من إحراز هدف التعادل. قلت بأن الرياح عامل كبير يلعب لفائدة فريق الوداد الرياضي الفاسي، وحماس بالمدرجات رغم الهدف الذي سجله فريق الوداد الرياضي الفاسي. كان هناك ارتباك في دفاع فريق النادي القناطري وجاء هدف فريق النادي القناطري. هشام العروي الآن يحاول أنه يتوصل بالكرة وضربة جزاء. هشام العروي من اختناص ضربة جزاء. لاحظوا مرة أخرى ذكاء اللاعب، دخل يعني وسط ومسك فعلا، يعني الجر باليد هو اللي خلى الحكم اللي كان قريب من العمليه الجر باليد، واللي خلى ان اللاعب هشام العروي كيوقف في هذه اللحظات. بلال بيات كيتوغل داخل منطقه الجزاء، والهدف لفائده فريق النادي القناطري. بلال بيات يسجل الهدف لفائده فريق النادي القناطري في الدقيقه 23. بلال بيات في الدقيقة 23 لفائدة فريق النادي القناطري 2-1، وإن تمكن من تحقيق الانتصار سيكون هو الثالث على التوالي لفائدة فريق النادي القناطري رفقة يوسف المريني، والذي سيأسف ويندم عليه كثيرا فريق أولمبيك خريبكا بعدما قضى موسمين بالمستوى الكبير. رفقة فريق أولمبيك خريبكا هو المدرب المكون الذي رافق الشباب بالخصوص، لكن وقع الطلاق، وهذا ويعني شيء جاري به العمل بالنسبه للمجال ديال كره القدم والايام الجميله اللي تعود مع يوسف المريني وفريق النادي القناطري، والانتصار الثالث على التوالي حتى الان وحتى